Shut up and sit down. وزير الداخلية يحمل لي المسؤولية مباشرة، فأنا كذلك ومثال أحمل له المسؤولية، وأقول له لن تستطيع أنت وأمثالك لن تستطيع أنت وأمثالك على كبح الأصوات الحرة، لأنها تنبثق من إرادة الشعب الحر. اليوم نحن خروجنا إلى الشارع هو خروج من أجل المطالبة بحقوقنا المشروعة، وهي مطالب اجتماعية. فإن كنتم قد حققتم هذه المطالب لما رأيتم هذه الجموع الغفيرة نزلت إلى الشارع. مما هنا يدفعنا أن نطرح مجموعة من التساؤلات حول وزير الداخلية. نحن لم نطالب وزير الداخلية بشيء فقط من غير فتح تحقيق نزيه تجاه هذه القضية، وإعطاء الحقوق لكافة المواطنين، يعني وتطبيق القانون بمفهومه الصحيح. ماشي قالوا هذا باك صاحبي، هذا ولد فلان، أو هذا ولد فلان، ونديروا هنايا درجات بين المواطنين. وزير الداخلية اليوم حنا كنقولوا لك، وشخصيا أنا أوجه لك رسالة، أنك اليوم ضعيف الحجة، وأنك واهي، وأنك ما تحاول من خلاله الركوب عليه. انكشفت لعبتك، ونقول لك أنت راه بقات لك غير شهر، سير تكا بلاصتك، لأنك لن تستطيع أن تهزمني. حتى ولو جيشت جميع الوسائل من أجل محاولة كبح صوتي، أقول لك والله لن تستطيع، لأنني أولا عاهدت الله، وعاهدت هذه الجماهير الغفيرة التي نزلت إلى الشارع، وعاهدت الشهيد البطل محسن فكري مفجر هذه الثورة الحقيقية، وليست الثورة المزعومة التي تريدون أنتم أن تركبوا عليها باتهاماتكم الباطلة التي تروجون عبر بعض القنوات المشبوهة التابعة لكم. نحن لسنا بانفصاليين، نحن مجموعة من الناس خرجت إلى الشارع تطالب بحقوقها، ولكن ما تروجونه اليوم هي اتهامات خطيرة تتحملون فيها كامل المسؤولية. وتحياتي لكم جميعا.